أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدنا يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، سيما سبطك شهيد كربلاء أبي عبد الله الحسين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم واعتصم بحبلكم. فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها، فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد مررت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها، وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها، لم تله عن جمع العيال وحفظه. بفراق إخوتها وفقد بنيها، تدعو فتحترق القلوب، تدعو فتحترق القلوب لشجوها، وكأنما يرمي حشاها جمره من فيه. نساؤك من يكون إذا عصرت في الأسر سائقها ومن حالي يسوقها زجر
بضرب متونها يسوقها زجران بضرب متونها والشمر يحدوها والله والشمر يحدوها بسب عجبا لها بالأمس أنت تصونها واليوم اليوم 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 آل أمية تبديها تقل وانساياب وانساياب زحف لينا يا خويا الجيش والله زحف لينا يا خويا الجيش وانساياب وما ظل شرف عند القوم وانساياب اضربونا وابونا انشتم وانساياب وشبت بالخيم نيران ومية والله وشبت بالخيم نيران لكنما الأمر لله إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. نوروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. في الآية الكريمة مباحث تفسيرية يذكرها المفسرون فيما يختص بمفردة المؤذن، نعرض لبعض منها إن شاء الله. في البداية المؤذن من الأذان، والأذان في اللغة هو الإعلام بالميم، وأذان الصلاة الأذان للصلاة هو الإعلام بوقت الصلاة. في الآية الكريمة تتحدث عن مؤذن، هذا المؤذن يعلم أصحاب الجنة وأصحاب النار بأمر جلل. ماذا يعلمهم؟ يعلمهم يقول لعنة الله على الظالمين، ثم توضح الآية الكريمة من هم الظالمون، تقول الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. في مدرستنا مدرسة الإمامية لدينا تفسير خاص للمؤذن
يوم من الأيام يدخل محمد بن الفضيل، نطرد النعاس بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يدخل محمد بن الفضيل على إمامنا أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، يقول: أنا قرأت الآية هذه فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. فدخلت عليه قلت: مولاي يا أبا الحسن، من هو المؤذن في الآية الكريمة؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن المؤذن في الآية هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويروي الفريقان عن ابن عباس يقول: إن في القرآن لعلي أسماء لا يعرفها أكثر الناس. أكثر الناس ما يعرف هذه الأسماء، ومنها أنه المؤذن في القرآن الكريم في قوله تعالى: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. وفي رواية، أنا أذكر لك الروايات وهي بسند غاية في الاعتبار عندنا. الرواية الثالثة التي أذكرها لك وأنا بخدمتك عن إمامنا أبي جعفر محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يقول: بعد أن انصرف إمامنا أمير المؤمنين من النهروان بلغه أنه يلعن على المنابر في الشام، فصلى بأصحابه وخطبهم تلك الخطبة المسماة الافتخارية، أو أحيانا تسمى بخطبة الافتخار. ماذا قال؟ قال: بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وآله، قال: أنا عبد الله وأخو رسوله، وأنا سيد الأوصياء، وأنا وصي خاتم الأنبياء، إلى أن قال: وأنا المؤذن في الدنيا والآخرة. يقول تعالى: فأذن مؤذن بينهم. فأذن مؤذن بينهم، بين أصحاب النار وأصحاب الجنة، اللعنة الله على الظالمين. وأنا الأذان، أنا الأذان. يقول تعالى: وأذان من الله ورسوله يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الروايات التي عندنا غاية في الاعتبار أنه هو الذي يؤذن بذلك الأذان. ماذا يقول هذا المؤذن؟ يقول: لعنة الله على الظالمين. أنت ايش تتخيل يعني؟ ايش تتصور في ذلك الموقف بعد أن نادى أصحاب الجنة أصحاب النار؟ ماذا قالوا لهم؟ قالوا: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، أنتم أيضا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ الآية اللي تعرضنا لها يوم أمس. قالوا: نعم. هنا بعد هذا الإقرار الذي انتزع من الكافرين الآن في هذه اللحظة في هذا الموقف العظيم يؤذن بذلك الأذان. ايش تتصور يعني؟ كان يشتم اللعن، كان يشتم، كان
المؤذن كائن من يكون. لا، هذا طرد من رحمة الله، هو إعلام بصدور الأمر النهائي القطعي، لا أكو استئناف ولا أكو تمييز ولا أكو روح تعالى. القرار الإلهي صدر، طردتم من رحمة الله. طيب، خلينا نشوف في المدارس الإسلامية الأخرى. يقول الفخر الرازي في تفسيره، يقول المؤذن هو ملك، ملك من الملائكة هو الذي يؤذن بهذا الأذان. وأما ما يرويه الإمامية فهذا عندنا لا يصح. طيب، مثلا إذا ترجع إلى محمد رشيد رضا في تفسير المنار، يقول هنالك ضعف في السند. تكملة الرازي يقول عندنا لا يصح ما يراه الإمامية، تكملة عبارة الرازي: وعلي في حظيرة القدس في الجنان، بعيد عن هذا المعنى أن يكون هو المؤذن. أما صاحب المنار إخواني فإنه يقدح في السند، يقول لكن مع ذلك، شوف عبارته، اللي يحب يراجعها موجود تفسير المنار لمحمد رشيد رضا من تفاسير إخواننا أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى. يقول هو السند ضعيف لأن يروي الحاكم النيسابوري، يروي مصادر إخواننا أيضا ترويه. يقدح في السند، وش يضيف؟ يقول لو كانت هذه فضيلة لعلي لقبلنا بها على ضعف السند، لكن مو فضيلة. شنو يعني علي هو المؤذن في ذلك؟ يقول هذه مو فضيلة. خلينا نشوف قبل أن نفهم هذه، يعني قبل أن نتعرض لهذه القضية، هل أن هذه فضيلة أو ليست بفضيلة؟ أريد أفهم أنت ليش تستبعد هذا الأمر. أولا خلينا نشوف، جنابك الكريم تعرف أن الآخرة، فكرك يمي، الآخرة مرآة لشنو؟ للدنيا. الآخرة مرآة للدنيا. احنا لما نقول بسبب هذه الروايات تفسير من عندنا ومن جيبنا ماكو، هذه الروايات إخواني اللي واردة عن بيت الأصمة ما نقدر نعطيها ظهورنا ونتقبلها. ليش نتقبلها؟ نجي إذا نشوف حياة علي عليه السلام، شنو موقفه مع الظلم والظالمين؟ شنو موقف علي؟ هذا الشخصية الفريدة المعجزة، شنو موقفه مع الظلم والظالمين؟ نحن نزعم أنه في الآخرة هو الذي يعلن، هو الذي يؤذن لعنة الله على الظالمين. طيب هو شنو كان موقفه في الحياة؟ أنا أسألك، هل هناك إنسان كان يقف بوجه الظالمين مثل علي؟ أنا أسألك، هذه غزوات النبي صلى الله عليه وآله لما يأتون هؤلاء الظلمة لينقضوا على هؤلاء الفتية الذين تحلقوا حول رسول الله، هؤلاء المظلومين المستضعفين اللي تركوا ديارهم، من اللي كان يدافع عنهم؟ لما برز عمرو بن ود: ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز. وين البقية؟ هل برز غير علي؟ ما برز إلا علي. سيف مشرع بوجه الظلم والظالمين وينصر المظلومين. يحتاج أروي لك بعد؟ لو أنت ابن هذا المنبر، هل هنالك من الموالف والمخالف من ينكر شنو علي موقفه مع الظلم، ضد الظلم والظالمين إلى آخر يوم في حياته؟ آخر يوم
وكان دائما يردد: إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. موقف لعلي ضد الظلم. إلى آخر يوم يخاطب الحسن والحسين: كونا للظالم خصما وللمظلوم عينا وللمظلوم عونا. هذا علي، هذا موقفه. إذن أنا ما أستبعد اللي يكون هكذا موقفه ضد الظلم، قضى أموره الشريف مكافحا يدافع عن المظلومين، وهو سيف مشرع بوجه الظالمين. ما أستبعدها أن يكون هو، لأن هو من كان يبرز دون غيره. ما شفنا فلان ولا علان ولا فلتان، فقط علي، لذلك ما يستبعد. هذا أولا. الأمر الثاني، بما أننا اتفقنا أنا وأنت أن الآخرة مرآة للدنيا، خلينا نشوف، بما أننا نزعم ونتبنى هذه العقيدة الواردة عن بيت الأسرة أن عليا هو الذي يؤذن، هو الذي يبلغ في ذلك اليوم، واتفقنا الآخرة مرآة للدنيا، هل كان علي عليه السلام يبلغ عن الله ورسوله أو لا؟ ارجع إلى صحيح ابن حبان، ارجع إلى مصادر المسلمين لترى ذلك الدرس العملي لرسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن أنفذ أبا بكر بسورة براءة، فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك. فيدعو رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين ويحمله على ناقته العضباء ويرسله. وانت الفطن اللي تقرأ بين السطور، ليش؟ يعني قلة نياق، ماكو نياق، ليش يركبه على ناقته؟ يقول لهم: هذا ممثل عني، هذا يمثلني، مو اعتباطا. كثيرة هي النياق. لا، إصرار النبي صلى الله عليه وآله أن يحمله مو على أي ناقة، على ناقته العضباء، حتى من بعيد يعرفون، معروفة، العرب تعرف النياق. أركبه على ناقته وأرسله، قال: خذها، خذ سورة براءة، آيات براءة، أول الآيات، خذها وبلغها أنت. وفعلا أخذها. رجع أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، أنزل في شيء؟ قال: الوحي أخبرني لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل مني. وفعلا هو الذي بلغهم هذه السورة، سورة براءة، آيات براءة. ما هي، قبل أن نجي إلى هل كون هذه فضيلة أو مو فضيلة، نحن نرى، خلي أقول لك إياها، نحن نرى أن هذه أفضلية. أنت كقائد، كحاكم، لما تعزل هذا وتنصب هذا أكيد لسبب، هذا لأهلية علي، لا يصلح للتبليغ عن النبي إلا علي، من بعده إلا أنا أو رجل مني، وينسحب على الأئمة الطاهرين. هذا وفق متبنيات مدرسة أهل البيت عليهم السلام، فيها دليل خلافة واضح ليس الآن محله. خلينا نشوف لما وصل وهذا درس عملي، يعني إذا يجي يوم من الأيام علي أو غيره، من الذي يبلغ بعد النبي؟ أنت راح تعرف من الأولى بالتبليغ.
من هو الأكثر أهلية. خلينا نشوف ما هي مضامين البراءة حتى نشوف فعلا يصلح علي عليه السلام أن يكون هو المؤذن في الآخرة وأن يبلغ عن الله. طيب، بلغ علي هذا الأمر الإلهي الخطير في الدنيا. ما هو الأمر؟ سورة براءة هي السورة الوحيدة التي لا تبدأ بماذا؟ ماكو بسملة. بسم الله الرحمن الرحيم لا توجد. السبب لأن الرحمن الرحيم ما تنسجم ويا البراءة واللعن والطرد من رحمة الله، ما تنسجم. ما يصير أنت تدعو الله تقول يا منتقم ارزقني، لازم أكو ألفاظ تقول يا رزاق ارزقني، يا منتقم انتقم لي من فلان، ما يصير. فلازم يصير انسجام. هذا مو موضع رحمة، هذا موضع عذاب، موضع انذار. أول ما بدأت براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، أول راح أذكر لك فقط 3 بنود. أول واحد أخبرهم بهذه البراءة، براءة من الله ورسوله في أي يوم؟ في ذلك اليوم العظيم، يوم الحج الأكبر. بماذا أخبرهم؟ بماذا علمهم؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله أيضا بريء منهم. هذا أول أمر. والبراءة والطرد من رحمة الله مضامين متناسقة لا تنسجم مع الرحمة. هذه وحدة فهمناها. الأمر الثاني الذي بلغه أن المشركين يحرم عليهم بعد هذا العام أن يحجوا. خلاص، بعد هذه السنة ممنوع. إنما المشركون شنو؟ نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. هذا بلغهم. كانوا يطوفون، لا الآن بعد منا ورايح خلاص، بعد بس طرد من رحمة الله، طرد من بيت الله. تلاحظ. الأمر الثالث يقول أمير المؤمنين تبليغ عن رسول الله، ورسول الله يبلغ عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. يقول لهم لا يطوفن بالبيت عريان. ماكو. تعرفون قبل كانت العرب لا تطوف بثوب، يقول أنا ما أطوف بثوب عصيت الله به. فشي يسوون؟ كانوا يكترون الثياب. تلقي أناس حول المسجد الحرام عندهم ثياب يكروها، يأجر ثوب يطوف به. طيب هذا اللي ما عنده فلوس يعطيه أجره، ماذا يفعل؟ يطوف عاريا، رجال ونساء. النساء تطوف عرايا في الليل. من الآن لا يطوفن بالمسجد الحرام، لا يطوفن بالبيت عريان. يقول صاحب الميزان يدل على هذا قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. العرب تسمي الثياب زينة، لأن الثوب يزين الإنسان. فرق لما الإنسان لابس ملابس نظيفة وحلوة وجميلة ينطي زينة، والعكس صحيح. فالعرب تسمي الثوب ثياب تسميها زينة. فالقرآن يقول خذوا زينتكم، البسوا ملابسكم. هاي لغة العرب. واحد من التفاسير عند كل مسجد، فكيف بالمسجد الحرام؟ فهذه الأمور الثلاثة أخبرهم بها وأعلمهم أن عليهم الالتزام بها. طيب الآن هل هي تعتبر فضيلة أو مو فضيلة؟ يقول إحنا لو هي فضيلة كان شنو؟ كان قبلنا بها حتى على ضعف سندها. يقول العلامة صاحب الميزان الأذان
أنك تعلم عن شخص واحد يخبرك، روح أخبر فلان أو القبيلة الفلانية أعلمهم. اتفقنا أن الأذان هو إعلام. أخبرهم بالواحد اثنين ثلاثة. منين تجي عظمته؟ عظمته ممن أرسلك. يعني المؤذن، ليش الرواية تقول هذا المؤذن للصلاة حتى ناخذه كمثال؟ ليش الرواية تقول المؤذنون للصلاة أطول الناس أعناقا يوم القيامة؟ أعناقهم طويلة، وجوه نيرة. هذا يدعو إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. تدعو إلى الله. يوم أتذكر من الأيام كنت صغير لما يطول السماعة أذن بالحسينية قلبي يرجف، يطلع عليهم يطلع يرجف. فقلت له عمي أخو، قلت له أنا أخاف قلبي. قال تخاف السبع بابا، أنت تدعو إلى الله، ما تدعو الظالم، تدعو لله، تدعو للصلاة. الصلاة شيء عظيم. فكان يشجعني لما أقرأ قرآن هنا. تخيل والله، تخيل أنت تدعو لله، تقرأ قرآن والناس كلها تسمعك. حديث مو يقول إذا بالسوق أنت إذا وقلت لا إله إلا الله، سمعت الناس سمعوك، قلت لا إله إلا في السوق، الناس مشغولة بالتجارة، وهذه بيش وهذه ايش قد سعرها، وأنت ذكرت الله غفر لك ذنبك ما تقدم من ذنبك. أحاديث عظيمة عن ذكر الله. هذا اللي يذكر الله والسوق كله يسمعه والناس كلها تسمعه، لا تخاف. صير سبع خاصة ذول شبابنا وقف هالشكل كما يقول أمير المؤمنين لمحمد بن الحنفية: تد قدمك في الأرض، تد من الوتد، خلي أقدامك ثابتة، لا تخاف تصعد المنبر. يا شبابنا لكم هاي، لا تخاف، ما عليك. مو تجي تقول دولة 40 واحد كل واحد عنده عينين، صاروا 80 عين عليه، ما عليك. هذول على العين والراس، بس أنت تقرأ لهم للزهراء تقرأ، تخاف. زين؟ فعلى أي حال تد قدمك في الأرض، فقلبك يخاف ما أدري شنو. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. فهذا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. عظمته خاصة إذا اقترنت بعمل صالح، بصلاح، بتقوى، يكون عند مكانة بين الناس، فكيف بمكانته عند الله، أجره العظيم. فعظمة المؤذن مرتبطة بمن أمره بالأذان. عرفت؟ شوف شلون جواب العلامة الطباطبائي، يقول أنت ما تعتبرها فضيلة، يعني اعتباطا رب العزة سبحانه وتعالى يقول له أنت يا علي تؤذن، اعتباطا. لما اختار سبحانه وتعالى إبراهيم ايش قال له؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. صعد إبراهيم الخليل قال أيها الناس هلموا الحج. أنا أسألك، هذه فضيلة لإبراهيم لو مو فضيلة؟ ليش ما اختارك أنت؟ ليش ما اختارك أنت صاحب تفسير المنار؟ ليش ما اختارك أنت؟ قال لك أذن في الناس. هذا دليل اصطفاء، هذا دليل اختيار. لا أقول اختبار. هذا القرآن يقول عن إبراهيم: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. عباد مصطفون. شلون تقول هذه ما بها فضيلة؟ ولكنه الحب والبغض. هنالك أقلام ترتعش عند ذكر علي، توصل يم علي بن أبي طالب ترتعش. لو كان شخص آخر لأقاموا الدنيا وما أقعدوها. لذلك يقول أمير المؤمنين لما يقرأ هذه الآية: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله. شو يقول الذين أنكروا ولايتي وبخسوني حقي. يقول هذول، تعرف منو هذول؟ الذين أنكروا ولايتي وبخسوني حقي.
بخسوني منزلتي، هاي المنزلة العظيمة اللي وضعني بها الله ورسوله، بخسوها ساووني ويا فلان وعلان. لقد حطني الدهر حتى قيل علي مو مأساة. أنكروا الولاية، أنكروا هذا الفضل، أنكروا هذه المنازل. يوم من الأيام الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما يصعدان على عطفي النبي، على أكتافه وهو جالس، فيقوم يمشي بهما، فيراه أبو بكر يقول: نعم الجمل جملكما. فيقول النبي صلى الله عليه وآله: ونعم الراكبان هما وأبوهما خير منهما. هاي تخليها ببالك، هذول الاثنين سيدا شباب شنو؟ أهل الجنة. هاي ثبتها، وثبت الثانية: أبوهما خير منهما، منزلة علي أعظم منهما. خلينا شوية، خلي شوية تأمل. سيدا شباب أهل الجنة، يعني ايش صار؟ أني صار عندي مصطلحين، مو صحيح؟ المصطلح الأول أهل الجنة، الله يجعلني أنا وياك إن شاء الله بحق الحسين اللي جمعنا منهم، بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صار عندنا مصطلحين، فكرة كمي. المصطلح الأول شنو هو؟ أهل الجنة. زين، أهل الجنة شباب لو شياب؟ شباب مثلي، مو شياب مثلكم، شباب. طيب إذا كانوا شباب، منزلة ثانية سادة ذول الشباب، سادة أهل الجنة، يعني نفس المرتبة، لو هذول سادة وهؤلاء دون مرتبتهم، رغم أنهم من أهل الجنة. مرتبة عالية، مرتبة عالية هؤلاء أهل الجنان. لكن هنالك من هو أعلى مرتبة منهم، منهم الحسن والحسين. الزهراء عليه السلام سيدة نساء العالمين، سيدة نساء أهل الجنة. طيب صار عندنا مراتب. أمير المؤمنين هذا مرتبته صلوات الله وسلامه عليه. الحسن والحسين، الزهراء، هاي المراتب مالتهم. بعدين أهل الجنة. شنو فائدة هذه المراتب؟ ليش يعني النبي صلى الله عليه وآله يذكرها اعتباطا؟ ماذا يصنع؟ هو يريد يخبر الحسن والحسين على صفحة، يقول لهم ترى يابا أنتم من أهل الجنة. لا، يخبر الآخرين لأنه يريد، خليني أقول لك، يوضح معالم الصراط المستقيم. لأن أنت يوميا شو تقول؟ اهدنا الصراط المستقيم. شنو معالمه؟ صراط منه هؤلاء الذين أنعمت عليهم. طيب هذا فكر نظري لحد الآن. احنا في القرآن الكريم افتح الصفحة، فكر نظري، أريد عملي يا ربي. من ذولا عمليا؟ من هم؟ من أعرفهم؟ راح أعرف الصراط المستقيم. يقول لي أعرفك بهم. هذا علي خير من الحسن والحسين. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، هذول اللي أنعم الله عليهم، هذول الصراط اللي تمشي عليه. فأمير المؤمنين عليه السلام يقول: ذولا كذبوا ولايتي واستخفوا بحقي. من ذولا يا أمير المؤمنين؟ يقول: هؤلاء الذين ذكرتهم الآية يصدون عن سبيل الله. سبيل الله مستقيم لو أعوج؟ مستقيم، اللي هو الصراط المستقيم. ذولا يصدون عن سبيل الله، ما يرضون، يبغونها شنو؟ ما يردوا عدل، يردوا عوج. لذلك عمدوا إلى إزالة هذه المراتب. هو مو اعتباطا يقول ترى مو فضيلة، لا، يعرف هي فضيلة بينك وبين الله. فضيلة لعلي أن يكون هو المؤذن دون الخلق جميعا في ذلك الموقف، أو لا، بينك وبين الله. فضيلة أو فضيلة؟ ليش يختار التفضيل بلا مفضل والترجيح بلا مرجح؟ عبث، وحاشا الله تعالى عن العبث. لكن هؤلاء يبغونها عوجا. ليش؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم.
ويأبى الله إلا أن يتم نوره. لذلك زينب عليه السلام لما خاطبت يزيد ماذا قالت له؟ تقول له أنت تحاول تطفئ نور الله بقتلك للحسين، أظننت يا يزيد حين أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء أن بنا على الله هوانا؟ مش تتخيل يعني احنا منزلتنا ضعيفة قليلة وبك عليه كرامة، عندك فد منزلة مكرمة، فشمخك ونظرت في صورة. يقول له أنسيت قول الله ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين فكد كيدك. شو تسوي سوي، واسع سعيك وناصب جهدك فوالله. شلون قسم؟ ايش قالت؟ لن تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. شوف هذه الملايين، الله يجعلني أنا وياك وياهم في كل عام قلوبنا معهم. كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد. شو وقت؟ يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. ذكرت بذاك الموقف الذي سيقف به ويطرد من رحمة الله. لكن ايش قالت له؟ وإني لأستصغر قدرك. ترى أنت أنظر لك بعين الصغيرة، أنت مقامك وين؟ وإحنا وين؟ أنا بنت رسول الله، أنا بنت أمير المؤمنين، أنا بنت الزهراء، أستعظم تقريعك. حتى التقريع والتوبيخ حرام بك. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك. شلون زمان أغبر اللي يجيبني أنا إلى مجلسي أستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك. لكن عيون عبرة كانت تتكلم بأبي وأمي وكل شوية تخلق هالعبرة. والعيون عبرة والصدور حرة. هذا اللعين كان يعرف شنو منزلة الحسين عند زينب وما قدر يجاوب، يعني شو يريد يقول لها؟ فما كان منه إلا أن أخذ مخصرته وجعل يضرب ثنايا أبي عبد الله. لذلك الشاعر يقول ومثل زينب. اي والله مرحومة عبرتك فعلا. يقول مثل زينب، هاي بنت رسول الله، بنت الزهراء، بنت أمير المؤمنين، وقفت تخاطب شامتا ملعونا فغدا بمحضرها يقلب مبسما. والله كان النبي برشفه مفتونا يا تقل يا حسين راسك حين شفته. والله يا حسين راسك حين شفته تلعب عصا يزيد على شفته. والله انا ذاك الوكيت وجهي لطمته يا وصديت له بحرقه وندهته يا انشلت يمينك يا ضربته. أدخلوهم إلى تلك الخربة التي كانت لا تقيهم لا من حر ولا من برد. وبعد ذلك أذن لهم أن يغادروا الشام. لكن قلب زينب وين؟ أنا أسألك وين قلبها؟ تريد تروح ويا الزوار. شلون قلبك الآن؟ عم علي عرج بنا على كربلاء
أريد أن أتزود من قبر ابن والدي. قل علي قل الدليل ميل بينا يا الوادي كربلا يمر بالضعين. أرد شوية وفن قبر أخوي حسين. وين ايش قالت لما وصلت إلى القبر؟ تقول له رديت كنت غايبة واليوم رديت، ومن السفر ليكم تعنيت يا أخوي. لقيت من أخوتي خالي البيت. تقول له يا حسين يا مقبرك لفين؟ والله يا حسين يا مقبرك لفين؟ اقعد وشوف ايش صار بينا يمك خواتك يا ابو سكين ايش بيهن؟ تقول له ينشدين على القطعه ويمين يقوم ويردنا للمدينة. بقيت 3 أيام تقوم من قبر تقعد عند قبر، إلى أن نادى إمامنا زين العابدين بالرحيل. تقول له قعيد نريد نشيل عنك، والله دقعيد نريد نشيل عنك، وبعدنا ما شبعنا وداع منك. يردن بناتك يودعنك. عم امشي ويانا انا مشيت درب ما مشيت، وذباح اخوتي رافقيته، والله وذباح اخوتي رافقيته. اي والله رافقيته خويا. تشكو لي ابي عبد الله ابيات الدعاء واسالك الدعاء. تقول له خويا من قلة الوالي نخيته، يا شتم والدي وانكر وصيته، والله شتم والدي وانكر وصيته. ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال، فارج عن إمامنا وعنا يا الله. لا تدع لنا الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا سقما إلا شفيته، ولا مريضا إلا عافيته، سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء. لا تفرق بينهم وبين العافية طرفة عين أبدا يا الله. إلهي نقسم عليك بأبي عبد الله سيدي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك يا الله،
قدمناك بين يدي بحضور قلبي يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات علمائنا العاملين وشهدائنا الأبرار وموتى الحاضرين والمؤسسين، بلغ اللهم للجميع ثواب المجلس والفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد